لمنتخب العراق. يا سلام يا سلام يا سلام، كرة مباغتة للحارس وخطأ دفاعي قاتل. الله عليك يا كرار، كررها كرار في المرمى. كيف ستكون هناك الأجواء في بغداد والبصرة والموصل؟ يا الله عليك، شوف 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 شوف، خطأ ولكن كان لها بالمرصاد. الله عليك، روعة 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 روعة. وفي الدقيقة السادسة يحرز المنتخب العراقي الهدف الأول، أول هدف لمنتخب العراق. لا شيء للمنتخب السنغافوري. يبدو أن المباراة ستكون كل قلوب العراقيين. يونس محمود يذرع القبلة الثانية في شباك المنتخب السنغافوري، وهذا ليست كرة هدف، إنها بسمة لكل عشاق ومتتبعي الكرة العراقية. وانفراد واضح وبدون رقابة دفاعية يضع الهدف الثاني، وهنا مراوغة جميلة جدا وبيسراه يضع الكرة في الشباك. يا عراق يا عراق يا عراق يا عراق، الهدف الثاني. الكل صراحة انتقد وجود اللاعب يونس محمود في هذه التشكيلة صراحة، والكل طالب باعتزاله اللاعب، ومن أولهم أنا يونس محمود. دائما يونس محمود والحكم العماني في الدقيقة 20 من عمر اللقاء. ضربة جزاء، وهنا حسرة ما بعدها حسرة على، ونلاحظ فعلا ضربة جزاء غير مشكوك في صحتها. قرار الحكم العماني قرار سليم. حكم الساحة عبد الله الهلالي كان يقظا لهذه المناورة من يونس محمود وإشهار البطاقة الصفراء. لا يوجد أي اعتراض لأن الكرة كانت واضحة جدا. من سيكون على التنفيذ على ما يبدو لي يونس أو نشأت أو هوار، الثلاثة يبدو أنه هو هوار. أجل هوار ملا محمد في تصويب ضربة الجزاء وبيسرى. هل سيكون الهدف الثالث بإذن الله طبعا؟ والقادم الهدف الثالث يا رباه قادم لتسطع شموس دجلة والفرات في العالي قادم. يلا يا هوار، يلا ولعها يا هوار، يلا ولعها يا هوار، أثلج قلوب العراقيين يا هوار. وهوار في التنفيذ ويحط هوار وفرحة ما بعدها فرحة لثبات المستوى. يا عراق الإقناع، يا عراق الثبات، يا عراق التصميم. وهنا اللاعب الكابتن يونس محمود، الكابتن، وهنا عن يمين الحارس وبزاوية صعبة للغاية. الله عليك الله عليك الله عليك، تسلم. ضربة جزاء للمنتخب العراقي. ضربة جزاء كانت واضحة. أجل وبطاقة صفراء. الحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب باهاكي كوزيان، لاعب رقم 5. وكرة بينية جميلة يتحصل على هذه ضربة الجزاء اللاعب مثنى خالد، لاعب القوى الجوية العراقية. وهنا حسرة للاعب ونشأة أكرم في تنفيذ هذه الضربة. هل سيضعها أيضا في الشباك ويكون الهدف الرابع لمنتخب العراق؟ والرابع جاي والرابع جاي، ونشأة أكرم والتصويب. الله عليك الله عليك، جول للمنتخب العراقي، الهدف الرابع وفرحة عارمة على مدرجات استاد حمد الكبير في النادي العربي بالدوحة. ومبروك من الميم إلى الكاف لكافة العراقيين، ورسالة واضحة من الدوحة إلى بغداد بقوة المنتخب العراقي. 4 أهداف مقابل هدف للمنتخب السنغافوري. إن دلت على شيء تدل على قوة هجوم المنتخب العراقي. وسلامات للاعب كرار الذي أخرج وأشرك بدلا عنه نتيجة الإصابة مصطفى كريم. ونلاحظ هنا يعمل مراوغة جميلة وبيمنى يسدد
عن يمين الحارس السنغافوري، الهدف الخامس لصالح منتخب العراق، هدف وحيد يونس محمود يضع الهدف السادس في شباك سنغافورة والهدف الثاني له في هذه المباراة. يا سلام عليك يا يونس محمود، 5 أهداف في التصفيات. ولعها يونس محمود، ولعها السفاح. يا سلام عليك يا يونس، لاعب كبير وخطير. لاحظ شوف 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 يا مشاهد، تابع 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 تابع. وهنا الكرة ومراوغة جميلة، وباليمين كرة صاروخية، وبسمة لكل العراقيين بهذا الهدف، و6 أهداف نتيجة. مبروك للفريق العراقي. وهجمة يونس، السابع ردت يونس، الله 7 أهداف 7 أهداف. أنا قلت الهدف السابع أريد المباراة تنتهي 7، وفعلا يونس الهاتريك، جاء الهاتريك بهذا الهدف. حلو يا يونس، 7 أهداف جميلة رائعة متقنة، يعني يسلم يمناك يا يونس. رأسية كانت بالمرصاد من مصطفى كريم، قال لك روح قول يابا روح. الله الله يا سفاح، 7 أهداف للعراق.